هل الواحدة لما بتغير محل إقامتها تاني أخلاق قلبها أخلاقها برضو بتتغير؟ ولا اللي فيه طبع ما بيغيروش؟ هنعرف كل ده في حلقة النهاردة. أهلا وسهلا بيكم في أولى حلقات برنامجنا الدليل مع إيهاب ياسين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من حوالي شهرين أو أقل وبالتحديد في محافظة أسوان اللي حصلت فيها أحداث القصة بتاعتنا. بس قبل ما نشوف اللي حصل تعالى يا صديقي العزيز لما نعرف البداية كانت عند مين تحديدا. كان في بنت اسمها شادية من صغرها وهي مجننة أهلها من شقاوتها ومن جرأتها اللي دايما بترجع عليهم بالمشاكل اللي ما كانوش عاملين حسابه إن المشاكل هتكبر طول ما شادية كانت بتكبر، طالما ما عرفوش يوصلوا معاها الحل في تربيتها وما عرفوش يوقفوها عند حدها. لأن البنت دي لما كبرت كانت سمعتها بالفعل في البلد اللي هي فيها مش كويسة، من كتر ما كل شوية بتمشي مع واحد والكلام اللي زي ده، وخصوصا في مجتمعنا اللي بيدمر البنت تماما. وعشان كده أهلها كانوا محتارين يعملوا معاها إيه. هما بس كانوا مستنيين أي حد محترم بيفكر إن هو يروح يتقدم لها، لأن بمجرد ما شخص كان بيروح يتقدم لها أو يروح يسأل عنها في المنطقة بتاعتها كانت الجوازة بتبوظ على طول. يعني مجرد ما شخص كان بيسأل عنها في المنطقة بتاعتها كانوا بيردوا عليه ويقولوا له يا ابني امشي انفد بجلدك، البنت دي مش كويسة، أهلها ما عرفوش يربوها. كان ده كل كلام الناس عن شادية في المنطقة بتاعتها. فكده خلاص فقدوا الأمل تماما إنها ممكن تتجوز طول ما هم عايشين في المنطقة دي. غير ان هم اصلا ما بقوش يعرفوا يمشوا في الشارع بسبب نظرات الناس ليهم. انت متخيل الوضع؟ نظرات الناس ليهم كانت صعبة جدا. قالوا احنا هنستنى ايه اكتر من كده؟ البنت خلاص بقى عندها 22 سنة وما اتخطبتش لحد دلوقتي. لو استنينا اكتر من كده يبقى هتقعد معانا طول العمر. قرروا ان هم يمشوا من المنطقة ويروحوا يشوفوا مكان جديد محدش يعرفهم فيه، وكمان يبتدوا حكاية جديدة وقصة جديدة. من هنا بتبتدي الحكاية، لأن الشقة اللي سكنوا فيها كانت في أسوان، وكمان كانت محتاجة شوية توضيبات وصيانة وكلام من ده. في يوم شادية نزلت الشارع علشان كانت عايزة تسأل على حد كهربائي يجي يعمل صيانة للشقة بتاعتها، تصليحات لبعض الحاجات، ويعني صيانة عشان الشقة يقدروا يعيشوا فيها زي ما انتوا فاهمين الكلام ده. راحت عند عم جمال الكهربائي، وده بعد ما سألت في الشارع بتاعهم عن كهربائي شاطر ودلوها على عم جمال الكهربائي علشان هناك تتقابل مع أحمد ابنه اللي كان واقف هناك في المحل وقتها. ما تيجي الأول أعرفك مين أحمد؟ أحمد ده بقى يا صديقي العزيز الابن الوحيد لوالده ولوالدته، مش كده وبس، لا ده كمان كان جاي بعد شقة. فاهم يعني إيه جاي بعد شقة؟ زي ما بيقولوا كده، لأن ربنا رزقهم بيه بعد صبر ومحاولات كتير قوي استمرت لمدة 20 سنة كاملين. تخيل إن زوجين فضلوا 20 سنة مستنيين إن ربنا يرزقهم بطفل صغير، وبالفعل ربنا رزقهم بأحمد. علشان كده تلاقيه كان متدلع حبتين وكل طلباته كانت أوامر. أبوه ياما تاب علشانه، وكان مخليه دايما معاه في كل حاجة. علمه الصنعة، خلاه كهربائي شاطر، وقفه معاه في المحل بتاعه، وكان مخليه دايما هو الأول في كل حاجة. نرجع بقى للمهم يا صديقي العزيز، وده لما شادية راحت المحل علشان تقابل أحمد. لما شافها أحمد سرح للحظات وتخيل نفسه إن هو خلاص خطبها، وكمان بيتخيل فرحهم وعاش مع نفسه قصة جميلة جدا. كل ده في لحظات صغيرة جدا. هي البنت جميلة، بس أحمد فعلا وقع في حبها من أول نظرة وبقى مغرم بيها. هي قالت لأحمد إنهم سكان جداد في المنطقة، وإنها محتاجة لحد يجي يعمل بعض التصليحات في الكهرباء في الشقة بتاعتهم. وعلى الفور أحمد طبعا وافق وقال لها وأنا تحت أمرك، وراح معاها وعمل كل حاجة في الشقة. وكمان لما بدأوا يحاسبوه رفض ياخد حساب، لا وقال لهم انتوا جيران جداد عندنا وده واجب عليا، وأنا تحت أمركم في أي وقت. ومن هنا بدأ أحمد يشاغل شادية كل ما بيقابلها في الشارع. فجت مرة من المرات وقفته وقالت له بقول لك إيه، أنا بنت محترمة مش بتاعة الكلام ده. أنت فاكرني بنت من الياهم؟ يا إما تيجي الأهل وتطلبني إذا كنت ناوي يعني تدخل البيت من بابه، لا إما شغل المعاكسات والكلام ده أنا ما ينفعش معايا، ماليش فيه. وده بقى خلى أحمد يتعلق بيها أكتر وأكتر،
لأنه شايف إن البنت كده من وجهة نظره محترمة جدا، ملهاش في المشي البطال، وهو ما يعرفش أصلا مسميينها إيه في منطقتها، ولا حتى فكر يسأل عليها. المهم إنه راح واتكلم مع أهله في الموضوع إنه عاوز يخطبها. أبوه بس أول ما عرف إن هي أكبر منه بسنتين رفضها رفض قاطع. قال له ازاي يعني تتجوز واحدة أكبر منك بسنتين؟ يعني خلاص البنات خلصت. هو بقى فضل يقنع في أهله، فضل يقنع في أبوه، يعني فرق السن مش مهم، عادي، يعني في ناس كتير قوي اتجوزت يعني أكبر من كده بكتير، أو فرق سن أكتر من كده بكتير، المهم الحب، يعني المهم إن هم يكونوا متوافقين مع بعضيهم، والمهم الحب. خلي بالك إن أحمد كان الولد الوحيد للست الوالدة، وعلشان كده كان بيستغل النقطة دي وكان بيضغط عليها. باباه طبعا او الحاج كان رافض تماما الجوازه دي، لكن احمد فضل يضغط على امه شويه شويه، وساب لهم البيت ومشي. احمد بعد ما ساب البيت راح قعد عند عمته، مش كده وبس، لا ده كمان هددهم بالانتحار. الحاجة بقى يعني خافت على ابنها، ورجعت للحج وقالت له يعني بلاش تكسر فرحتنا يا حج، يعني وافق على الجوازة، مش أول واحد يتجوز واحدة أكبر منه، يعني خلي الولد يفرح بقى وبلاش تكسر فرحتنا. الولد لو عمل في نفسه حاجة أنا مش هسامحك طول العمر. وهنا كان ضغط الست الحاجة على الحج، وانتوا عارفين بقى الزن على الودان. الست الحاجة لما زنت على الحج بالفعل الحج وافق، وقال لها طب ابعتي هاتي أحمد. جه احمد وقابل والده، قال له خلاص يا سيدي انا اتغاضى عن موضوع السن وان هي اكبر منك، بس في حاجه تانية اهم. انت ناسي ان الناس دي احنا ما نعرف لهمش اصل ولا فصل، ولازم نسال عليهم كويس. انا هبعت حد يسال عليهم، اديلي يومين كده، اذا جالي بالخبر التمام يبقى نتكل على الله ونروح نتقدم، اما بقى لو في حاجه كده ولا كده يبقى تنسى الموضوع ده خالص. بالفعل الحج بعت احد العمال عنده وقال له انا عايزك تسالي على الناس دي في منطقتهم، شكلهم ايه، اصلهم ايه، وفصلهم ايه. وتاني يوم جاله العامل بالخبر اللي اتصدم منه الحج، وقال له بص يا حج، يعني بلاش نخوض في اعراض الناس، انا مش عايز اتكلم في تفاصيل، انما يعني بلاش البيت ده وبلاش البنت دي، خلينا نبعد عنهم احسن، وربنا ستر حليم. الاب هنا على طول وشه اتغير وبقى يضرب الوان. راح للحاجه وقال لها شفتي اللي انت عملتيه؟ شفتي ضغطك عليا وصلنا لايه؟ البنت دي مش تمام واهلها ناس مش تمام، ومش هينفع احمد يتقدم ليها خالص. وجاب احمد وقال له الجوازه دي مش هتنفع يا احمد، مش هينفع نتقدم ليهم خالص. لكن احمد كان غضبان جدا، غضبان غضب شديد، ساب البيت، هدد تاني بالانتحار. والست الوالده كالعاده خايفه على ابنها، وبدات تضغط على الحاج. هينفذ كلامه يا حاج، المره دي لو نفذ كلامه مش هقدر انساها لك ابدا، علشان خاطر يا حاج اقبل الجوازه، ربنا بيقبل التوبه، ربنا ستار يا حاج. والحج هنا بيوافق غصب عنه، وعلشان زن الحج عليه أخد أحمد وراح هو والحجة علشان يخطبوا مين؟ يخطبوا شادية. بالفعل دخلوا البيت وقرأوا الفاتحة وخطبوا شادية، وأحمد كان فرحان طاير من الفرحة بخطيبته، كان نفسه يسابق الزمن علشان يخلص شقته بسرعة ويتجوزها في أسرع وقت. وكان بقى كل شويه بيروح الشقه يعمل فيها حاجه او ينقل فيها حاجه، وفي حركه شيك كده منه رومانسيه ادى مفتاح الشقه لخطيبته وقال لها خلي المفتاح بتاع الشقه بتاعتنا معاكي. وهي بصراحه يعني ما ترددتش، اخدت المفتاح على طول، هي بقى هتبقى شقتنا احنا الاتنين. في يوم من الايام احمد كان طالع الشقه يودي شويه حاجات، سمع صوت خارج من اوضه داخل الشقه، ولما قرب شوية للأوضة كان المنظر بشع جدا، لأنه شاف شادية مع شخص غريب في الشقة الزوجية اللي بتاعته. المفروض هتبقى عش الزوجية، هي واللي معاها هجموا عليه وشلوا حركته تماما، وكمان كتموا أنفاسه لحد ما مات. مات المسكين، مات وملوش أي ذنب معاها غير إنه حبها وواثق فيها، وادالها مكان هي أصلا ما كانتش تستحق. المفاجأة بقى إن اللي حصل بعد كده إن الشخص الحقير اللي كان مع شادية لما شاف أحمد جثة هامدة على الأرض حس بحجم الكارثة اللي هو عملها. قال لشادية أنا ماليش فيه، ماليش دعوة، أنت اللي قلت لي تعالى هنا، اتصرفي أنت بقى، وقام سابها وهرب وخلاها تواجه مصيرها لوحدها. هي فضلت طبعا تفكر انا هعمل ايه، مش عارفه، دي جريمه كبيره وهي خايفه طبعا، الجريمه كده كده لازم تتكشف. قالت انا هكلم والدته واقول لها ان انا واحمد كنا مع بعض في الشقه، وهو طب ساكت ووقع، واكيد محدش هيعرف حاجه. فقامت فعلا كلمت حماتها على طول وقالت لها الحقيني، احمد كان هنا معايا في الشقه ودلوقتي طب مني وقع ساكت.
أنا مش عارفة أعمل إيه ولا أتصرّف إزاي، وكانت منهارة وهي بتتكلّم في التليفون، وعلى طول الحاجة الوالدة بتروح تطلب الإسعاف وتجري على مكان الحادثة عشان تشوف ابنها. راحت الشقة ولقت ابنها واقع على الأرض، لكن برضه صمّمت تستنى الدكاترة وتستنى الإسعاف، يمكن يكون مُغمى عليه أو تكون أزمة صدرية أو حاجة، لكن للأسف بلّغها الطبيب إن ابنها توفّى. وكانت هي الصدمة للحاجة، وكانت شادية يعني في حالة هستيريا مصطنعة. وهنا بدأت الشرطة تعمل تحرياتها، بلغت أهل أحمد إن في شبهة جنائية في الواقعة، وبعد التحريات اتوصلت الشرطة لبعض المعلومات المهمة عن شادية وعن عيلة شادية. وده كان طرف الخيط اللي وصل الشرطة لمين مرتكب الجريمة. بعد ما سألوا عن شادية في القرية بتاعتها أو في مكانها الأولاني، عرفوا إن كان لها علاقة بشخص ما، وإن العلاقة دي ما زالت مستمرة. وبمواجهة شادية بالموضوع أنكرت لأول وهلة، لكن لما قالوا لها على اسم الشخص اللي كان معاها، ولما فرغوا الكاميرات في المنطقة وواجهوها إن الشخص ده كان طالع الشقة هي وهو قبلها بفترة، انهارت هنا شادية وبدأت تحكي اللي حصل. مثلت الجريمة كما كانت بالظبط، اعترفت على عشائها وقالت لهم إن هي ادت له المفتاح، وإن اتفقوا إنه يتقابلوا في اليوم ده في الشقة دي، وإن هي ما كانتش مقتنعة خالص أو متوقعة إن أحمد ممكن يجي، خصوصا إن كانت مكلمة أحمد قبلها بفترة وكانت قايلة له إن يعني هي في مشوار، وهو قال لها كمان إن هو مشغول. عايز أقول الله يرحمك يا أحمد، إن شاء الله طبعا يكون عريس في الجنة. دي قصة كانت مثال حي قدامنا للناس اللي مش بتسمع كلام أهاليهم وبيجبروهم على إنهم يطيعوهم. خلي بالكم، الأهل عايزين دايما الخير لينا، هم أكتر ناس شايفين الصح لينا، أكتر حد عاوزنا نكون أحسن منهم، وهم كمان أكتر حد عايزين راحتنا. ربنا يبارك لنا في أهالينا ويهدينا جميعا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. بشكركم جدا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم الدليل مع إيهاب ياسين.